وحشتوني قوي. اللي اول مره يشوفني انا رغدان. ايه رايكم النهارده نعمل وصفه حلوه قوي؟ لو عندكم صدور فراخ او اوراق مخليه او حتى بانيه. هنعمل اجمل صينيه فراخ بالخضار تجنن. طعمها حكايه، ما بتاخدش وقت خالص، ولا مواعين كتير ولا حلل كتير، ولا كمان هنقلي يعني. وصفة من الوصفات كده الخفيفة، هنحضرها في دقايق ونحطها في الفرن وخلاص. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي، بس يا ريت الاول نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش ندعي كتير لاخواتنا في فلسطين. اول حاجة كده هنبتدي بالخضار اللي هنحطه في الصينية بتاعة الفراخ. استخدمت 4 وحدات من البطاطس بالحجم ده كده، مش كبار قوي. هقطعها انصاص والسمك يبقى كبير شوية يعني كده، عشان ما تتهريش، لان طبعا الفراخ بتاخد وقت اكتر من الخضار. وكمان هقطع جزرتين كده وسط، هقطعهم دواير، هشيل منهم القشر واقطعهم دواير. برضو السمك ما يبقاش رفيع قوي، بس يعني الجزر مش نفس الحجم بتاع البطاطس، الجزر بيستحمل شوية. وقطعت فلفلاية الوان مكعبات برضو كبيرة شوية. واقطع قرن فلفل حامي، طبعا نقدر نسكيب الفلفل الحامي لو احنا مش عايزين الاكل سبايسي. وكمان هحط بصلاية كبيرة متقطعة، وفصين او 3 فصوص توم متقطعين كده شرايح. كده حطينا كل الخضروات. هحط بقى صدور فراخ متقطعة مكعبات. بعد كده هحط التوابل، معلقة صغيرة مليانة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة وربع كده من 7 بهارات، نص معلقة كزبرة ناشفة، والملح. هحط معلقتين صويا صوص، ومعلقتين دبس رمان، ومعلقة كاتشب كبيرة، ونص مكعب مرقة خضار، ومعلقتين زيت، ومعلقة سمنة. وبكده خلاص هقلب كله مع بعضه، الفراخ مع الخضار مع التوابل، نقلبهم كويس كده. بعد كده هنحطهم بقى في الصينية اللي هندخلها الفرن. انا مش هزود اي سوائل، يعني مش هحط اي مية فيها. هي الفراخ والخضار هينزلوا المية بتاعتهم وهيستووا فيها، مش عايزين نزود اي مية. بعد كده بقى اغطيها بورق فويل، احطها في الفرن من تحت على درجة حرارة عالية. اول ما تبتدي تغلي، هوطي النار على درجة حرارة 180 او 200. هتقعد حوالي 35 دقيقة او 40 دقيقة بالكتير. طبعا بعد نص ساعة نشوفها، احنا عايزين المية او العصارة اللي هتنزل من الخضار والفراخ ما تشربهاش كلها، يعني يتبقى صوص شوية كده بالمنظر ده. طبعا بعد كده بقى هشيل الفويل وهسيبها كده تحت الشواية 3-4 دقايق تتشمع، بس مش اللي هي تاخد لون. بكده هتبقى جاهزة وبالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. طعمها يجنن، والخضار والفراخ مستويين سوا مظبوط بالسنتي، والخضار مستوي وطري بدون ما يكون مهري. خطيرة بجد، أنا متأكدة لو انتوا جربتوها هتعجبكم جدا. وقدمت معاها رز بالشعرية وسلطة طماطم، أنا دايما بعملها معاها، عبارة عن طماطم متقطعة وفلفل حامي وتوم، وكزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، وملح وكمون وليمون وخل. بجد حلوة قوي. وطبعا زي كل مرة أنا مش هقول لكم يا ريت تجربوها، أنا هقول لكم لازم لازم تجربوها عشان هي تعجبكم جدا. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. هتوحشوني قوي وبحبكم قوي. باي باي.